أنا بلدي يا سادة أعظم بلاد ربنا، وده مش كلام تنويم، ده حقيقة مادة جدرها عبر التاريخ القديم من قبل يوسف ولحد هذا اليوم. اقروا بعين المحب وشوفوا هي ازاي يتناسى ناس حقها، بس التاريخ عندها عمره ما كان نساه. مين اللي حاول يلوي ايدها وفلح؟ مين اللي غرز الشر شجر وطرح؟ تعرف تحضر عند وقت الجد رد وتشوفها مارد قام. ثق في الكلام ووعاك تضعف لأي كلام. من امتى اقول لي استسلمت للخطر؟ هزمت تروس هكسوس ونخ ليها التتر، شاورت لعرش التركمان فاستتر، اخدت بطرها في العبور فاتهدم قدام عبورها اصعب المتاريس، صالت وجالت في الميدان الصعب، سادت وبادت كل شر غطيس. السم فيها وفيها كان مصلها، تريقها ناسها الدايبة في ترابها، شنوا الحروب ولا حرب تغلبها، حاولوا في تعالي الفتنة يضربها، مليون مؤامرة واقفة على بابها، وهي بتيابها ما زالت بكر، على اسمها دايما بتحكي الأمم، وليها على كل المنابر ذكر، يجري عليها العرب زي الولاد لأمهم، تحاجي وتلمهم وتردهم أسياد. مصر اللي كتبت للوطن تواريخ، مصر اللي صنعت للعرب أمجاد.